السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. معاكم دكتور ايمان الهاشمي، هنكمل بقية حلقاتنا في برنامج اياك نعبده واياك نستعين. النهاردة الحلقة بتاعتنا اسمها فما ظنكم برب العالمين. اسم الحلقة دي انا الآية دي لمساني جدا بموقف شخصي. فما ظنكم برب العالمين. احنا اتكلمنا المرتين اللي فاتوا على الإنسان وعلى أهم نعم الله عز وجل عززه بيها، القلب والمخ أو العقل. واتكلمنا قد إيه ربنا بيدينا نفحات عشان نحافظ على النعم دي ويقوينا ويدعمنا عشان ما ننساش رسالتنا. تيجي الحياة تاخدنا، طلعنا مواقف فوق ومواقف تحت، تتوهنا، تنسينا ان احنا اصلا لينا رسالة وان احنا اتخلقنا عشان نعبد الله عز وجل ونكمل رسالتنا خليفة على الارض، تعمير الارض. وهفكرك يعني ايه تعمير الارض، يعني تعميم الخير ورفع الشر. فطبعا دي مجاهدة صعبة قوي، بس الله عز وجل بيقولك انا جنبك، انا مش نسيك، انا معاك في كل لحظة وفي كل خطوة. ربنا موجود معانا. في آية الكرسي، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طبعا ببلغ من دلوقتي عشان أنا يعني مش دارسة ولا عالمة، ولو نطقت حاجة غلط يعني فيما معنى الآية أو كده عشان ما أقسمش يعني أو ما أشيلش ذنب. عندك في آية الكرسي بسم الله الرحمن الرحيم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ده أول حاجة، الله لا إله إلا هو، مفيش إله غيره، الحي القيوم. الحي اللي هو الحي يعني اللي هو له حياة وليس له موت. القيوم القائم على أعمالك، يعني اسم الله القيوم معناه ان ربنا قائم على أعمالك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ولا غفلة ولا ثانية، لا يغفل عنه شيء. سبحان الله، فاطر السماوات والأرض. طبعا مش في الآية، يعني أنا بقولك خالق الدنيا والهوى، خالق كل حاجة. لو غفل ثانية كل ده هيقع على بعضه، الدنيا هتبوظ، لأن هو المدبر، هو القائد، هو الحاكم، هو الملك سبحانك يا رب. فإله بكل الصفات دي، انت هتروح فين؟ هيسيبك؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. اللي في السماء وفي الأرض دول بتوعه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. مش حاجة بتحصل إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعرف اللي في إيديك واللي وراك وما يسرون وما يعلنون، اللي في قلبك واللي مش في قلبك، وعارف كل واحد فينا بيفكر إزاي وقلبه عامل إزاي وحياته واخداه إزاي. كل ده الله عز وجل سبحان الله. لا تأخذ سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. ومحدش هيقدر يتعلم حاجة ولا يعرف حاجة إلا لو هو أراد رب العزة. عشان كده آية الكرسي من أعظم الآيات في القرآن. سبحان الله عليه العظيم. اللي أنا عايزة أقوله، رب بالصفات ده كله، الحي قيوم مدبر الأمر، مهتم بيك، خايف عليك، خلقك عشان لك رسالة، عشان بيحبك، قبل لك رسالة عشان بيحبك، كرمك. افتكر أول آية: لقد كرمنا بني آدم. فما ظنكم برب العالمين بقى؟ ظنك ايه برب العزة؟ ظنك ايه برب بيخاف عليك، برب بيحبك؟ عمرك سألت نفسك فما ظنكم برب العالمين؟ لا، احنا عندنا مشكلة، اي حاجة تحصل لنا او مشكلة تقابلنا، ده هيحصل كذا، ده حصل كذا، يبقى الناتج كذا. ابسط شيء، بتبقى قاعد على الكمبيوتر وبتكتب حاجة او حتى بتلعب جيم مهم، وحاجة عشان الجيمز عندكم بالنسبة لكم مهمة يعني، وحاجة فجأة تعطلت في الكمبيوتر او وقفت، يبقى ده حصل، يبقى ده مش هيتعمل. ده سوء ظن،
ليه؟ جربت تخلي قلبك مع ربنا؟ جربت ان كل خطوة تمشي فيها تقوله انا يا رب متوكل عليك، انا وليتك حياتك؟ فكرت اي حد فينا، كل واحد فينا عنده مشاكله، فكرت وانت في عز مشكلتك تقوله انا ماليش غيرك، حلها لي من عندك؟ فاذا انقطعت الاسباب فمين؟ فرب الاسباب موجود، ربنا موجود، لا يغفل ولا ينام، لا يعجزه شيء. عمرك فكرت في ده؟ عمرك غذيت عقلك وقلبك وروحك بده عشان لما يحصل لك موقف تقف وتقول مستحيل، ربنا عمره ما هيسيبني، انا عندي الظن بيك يا رب خير، عندي الظن الله ان انت هتحلها لي، لا هتقدر تقويني مثلا لو انت ما ذاكرتش من اول السنه وباقي مده كويسه، يعني مده صغيره، فاكرين باقي كام ساعة الامتحان؟ هل ظنك بربنا خير انه يوفقك ويبارك لك في الوقت ده؟ هو مش قادر؟ لا قادر، قادر في كام ساعة دول. سبحان الله العلي العظيم، ما دام عزمت ونويت وحسنت الظن بالله، قادر ان هو في كام ساعة دول يبارك لك فيهم وتجيب كمان درجة في الامتحان. شفت بقى؟ ظنك فين بربنا؟ حياتك فين مع ربنا؟ محدش هيحبك قده. بصوا انا هحكي لكم حكاية، قصة سيدنا إبراهيم. كان في قوم بيعبدوا الأصنام، بيعبدوا القمر، النجوم، الشمس. فسيدنا إبراهيم كان قاعد معاهم عشان يقنعهم إن في إله واحد. فلما القمر جه قال هذا ربي، فلما قفل يعني مشي، فقال لا أحب الآفلين، فيما معنى الآيات عشان بس ما أقسمش. ولما جات الشمس وجه القمر برضو قال، اعتقد ان ده رب، وبعد كده مشي، فهو قال لا احب الافلين. عارف يعني ايه افلين؟ يعني حد بيروح وبيجي، حد عنده القدر، حد مش دايم وجوده معاك، حد ممكن يجي في لحظة يروح. حتى لو انت معاك مامتك وباباك، معاك حد مستحيل يسيبك، بعد الشر ممكن الموت يخليه يسيبك، صح؟ طيب لا احب الافلين. يقول سيدنا إبراهيم يقول وجهت وجهي لربي فاطر السماوات والأرض. يعني إيه؟ أنت عايزة تقول لنا إيه من القصة دي؟ القافلين اللي بيروح وبيجي، أما الله عز وجل ما بيروحش ويجي، ربنا موجود معاك في كل لحظة. اتخذلت من كل الناس، اتخذلت من أصحابك، وقعت في مشكلة، فشلت في مادة، فشلت في سنة يا سيدي، وقعت مشكلة مع أصحابك، حاسس نفسك مش عاجباك، تعملش بقى اللي انتوا بتعملوه ده وتقربوا ولا وخلاص وانا همشي في الطريق ده. فين؟ فما ظنكم برب العالمين؟ تيجي بقى تاخدك انا كده كده فاشل فما تكملش مذاكرة، انا كده كده ضايعة ومش فارقة معايا، وايه يعني انا مش محجبة وعملت مشاكل الدنيا وكلمت ده وصحي. غلط، غلط، غلط. هو ده الشيطان عايزه، هو ده الشيطان عايزه انه يكسرك ويهدم نفسيتك عشان يغذي عقلك وقلبك بأفكار غلط. فلما تتعرض لموقف واتنين وتلاتة يبقى تدي رد فعل غلط وتنسى انت مين، وتنسى انت مين. ازاي تنسى نفسك؟ ازاي؟ الآية دي لمساني جدا. فما ظنكم برب العالمين؟ خيرا يا رب، خيرا يا رب. أنا من دلوقتي عايزاك تبتدي صفحة جديدة وتسأل نفسك، هو أنا ظني إيه بربنا؟ ظني بيه إيه؟ عارف هتلاقي عقلك عمل ايرور. ظني بربنا، عارف ليه بقى؟ عشان انت مش حاطط ربنا عندك في مقام الأول. لا، انت مش حاسس بحب ربنا ليك، مش حاسس بتدابير ربنا ليك، مش حاسس قد ايه لما يكون عندي حد بيحبني وبيخاف عليا وبيسندني وبيديني نفحات وبيقويني، ولو اتكسرت يقول لك قوم وقف تاني. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فإن الله يغفر الذنوب جميعا. ربنا هو الرحمن الرحيم، سبحان الله. الرحمة حتى لو كنت عاصي، سبحان الله. ربنا يعني الرحمن اللي هو الرحمة المطلقة على المؤمن والكافر، فالرحمة حتى لو كنت عاصي، رحمتي وسعت كل شيء. ليه انت بقى مش بترحم نفسك؟ ليه بقى
مش ناصح في علاقتك بربنا. ليه بقى ما تقولش انا ما بصليش، انا ما باجيش جنب حاجه، انا ما بعملش حاجه صح اصلا في حياتي؟ اقف، اقعد مع نفسك لحظه. ظنك ايه؟ فيش مره تعرضت فيها الموقف وانتي عارفه من جواكي ان انا اصلا هو ايه الصح اللي انا بعمله، ولا الدين بالنيه ولا وقف جنبك او وقف جنبك، سترك، قواك؟ عمرك ما اتكسرت؟ وقف جنبك؟ عمرك ما قلت له يا رب حقق لي دي او انصرني في ده وما وقفش جنبك؟ ما ترد عليا. لا، وقف. هتلاقيه وقف جنبك كتير، وهتلاقيه دبر لك امور كتير وسترك كتير، بس انت مش واخد بالك عشان دماغك فيها ايرور. بس انا من دلوقتي واذكر ربك اذا نسيت. اقف مع نفسك وتقول انا فين؟ هو انا ظني بايه بربنا فعلا؟ فما ظنكم برب العالمين. كان في واحدة، احكي لكم قصة بقى دي شخصية. كان في واحدة كانت هي يعني عندها قدر من الجمال والصحة، وشغلها كان جميل وعلميا كانت مركز حلو، وكانت دراستها تحفة، وربنا فتح عليها في شغل وعمل وبيت وأولاد. فجأة كل ده فقدته في لحظة. قعدت مشاكل، أمراض جسدية، أمراض صحية جامدة، فقدت شغلها، فقدت دراستها، فقدت بيتها، فقدت كل حاجة، وكانت في كل مشكلة بتقع فيها، وجالها مرض خطير جدا. خلاص يعني بقت تنام وتصحى وهي عارفة ان هي مش هتقوم تحيا تاني. انتوا متخيلين؟ جالها مرض، عارفة ان هي في اي لحظة ممكن تنام ما تقومش تاني. كانت تيجي تسألها، انا واثقة في ربي. كانت بتقول ان هي كانت بتدعي ربنا وتقول له باسمك الحي احييني من جديد. كان ايه بقى ايه الفرق بينها وبيننا؟ ان هي ظنها بربنا دايما كبير. فما ظنكم برب العالمين. دايما كان عندها حسن الظن بالله. كان دايما تقول انا بكره هبقى احسن، انا بكره كل ده هيروح، كل ده كاني ما حصلش. سبحان الله. الشخصيه دي دلوقتي رجعت لصحتها تماما، رجعت لحياتها تماما. سبحان الله. بس مع رجوعها ربنا علمها انا مين. ربنا علمها رب العزة وصفاته. يعني ايه اللطيف؟ يعني ايه الحنان؟ يعني ايه انا عند ظن عبدي بيه؟ يعني ايه يقين بالله؟ يعني ايه كان عندها يقين بالله؟ مستحيل. انا ظني في ربنا خيرا، هيعمل لي كذا، هيحل لي كذا. عمل وحل. عارفين كان في بنوتة عليها دين كبير قوي، كنتش عارفة هي هتسده منين، ودي بقى حاجة حصلت قدامي. والله بتقول انا بقيت اقول له يا رب حلها لي وسدهولي. ازاي بقى؟ انا معرفش، بس انا ظني بيك خيرا. والله بتقول جالها مكالمة تليفون، معرفش ازاي ومنين، وجالها مبلغ كبير وسددت دينها كله. فما ظنكم برب العالمين. ومن الحكايات والقصص دي كتير. كم واحد حياته اتخربت في نظرك انت ان هي اتخربت ورجع تاني وقف على رجله. كم واحد قلبه اتكسر وربنا دواه ورجع وقف تاني على رجله. حلنا في كلمة يا رب، حلنا في ظننا برب العالمين. انا مش عارفة اتكلم قوي، بس الحلقة لمساني انا شخصيا. انا ربنا وقف جنبي كتير، فيش مرة ظنيت فيه خيرا اللي ما ردني وحقق لي كل اللي نفسي فيه. بس هو الموضوع عايز حب ويقين بالله عز وجل. فصدقني مش هتعرفه الا بده، بدعائك ليه، بظنك الحلو بيه، باستعانتك بيه. والله حياتك كلها في آية واحدة: إياك نعبد وإياك نستعين. اقعد النهاردة مع نفسك واسأل نفسك فما ظنكم برب العالمين. يا ترى أنا ظني بإيه يا رب؟ يا ترى أنا عايز من رب العزة إيه؟ والمرة الجاية هديك
وهقول لك على سلاحين أنا شخصيا يعني مجرباهم، أقوياء قوي قوي، ورد فعلهم سريع جدا جدا في صلاح نفسك وصلاح حالك. خلي بالك، أنا لغاية دلوقتي متكلمتش معاك على صلاة، ما اتكلمتش معاك على أي طاعات، بس أنا عايزاك تعرف مين رب العباد، مين رب العزة، يعني إيه حنان اللي هو الطيب، يعني إيه الصمد يعني السند، يعني إيه لما أبقى خايفة ومرعوبة ويأمن خوفي، يعني إيه لما يكون عندي أشخاص قلبين عليا ومش بيحبوني وربنا يغير قلبهم في لحظة لمجرد قلت له يا رب يا رب يا رب، دي كبيرة قوي انت مش فاهمة، ويرجع تاني القلوب دي ترجع تتعامل معاك ولا كأني في حاجة. مين يقدر يعمل ده كله؟ اللي يعمل ده كله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. فهمتوني؟ مرة الجاية اتكلم معاكم في حاجتين مهمين قوي قوي، هيفرقوا معاك قوي. خلي بالك على نفسك، خلي بالك على نفسك، حبيها، خليك ناصح، خليكي ناصحة. اتعاملوا مع ربنا زي ما بتشغلوا دماغكم كده، اتعاملوا مع ربنا بنصاحة بحب. شوف انت لما تلاقي حد بيحبك قوي وعايز يقرب منك قوي، تتعامل كده، تتعامل معاه ازاي؟ حب بجد، وكمان بإيده كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. تخيلوا ده، كن فيكون، يعني استغفر الله العظيم يا رب، عشان يعني الله عز وجل هو اللي بيحبني، اللي فيه إمكانياته دي كلها هو اللي بيحبني، قادر يقلب القلوب بين أصابعه، قادر يعني يقلبها كما يشاء. أنا في العربي مش أحسن حاجة، أنا كل ده شفته، مفيش كلمة وأنا بتكلم معاك فيها أنا ما حسيتهاش. فصدقوني جرب كده النهاردة تقول يا رب، وتسأل نفسك فما ظنكم برب العالمين، رد وقول خيرا يا رب، خيرا يا حبيبي. وشوف انت رد الفعل، سبحان الله عليه العظيم، وسرعة رد الفعل، عشان دي أنا يعني سبحان الله عليه العظيم، سبحان الله. خلي بالكم على نفسكم، هي حلقة بسيطة النهاردة بس كانت لابسة قلبي قوي، وانا بحبكم قوي، نفسي اشوفكم بجد في احسن حال، ونفسي تعرفوا كل حاجة، مش لازم نمر بتجربة صعبة عشان نحس، بس ربنا بيربينا وبيعلمنا. اعتقد لو في حاجات كتير انا ما مرتش بيها كنتش هعرف اوصلها لكم. انا بحبكم قوي، خلي بالك على نفسكم، وافتكر دايما حياتك في آية واحدة، إياك نعبد وإياك نستعين. متنساش تسأل نفسك النهاردة فما ظنكم برب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.